معنا النهاردة في المركز السابع اللي كان المركز الأول في الأفلام المنتظرة في 2022 ذا باتمان. بأمانة ده الفيلم الوحيد اللي شفته في القايمة، وبصراحة هو حلو وقالب على رعب ودموية شوية. بس المشكلة اللي واجهتني وواجهت اللي شافوه هو بأننا بنقارن دايما بثلاثية كريستوفر نولان، وعلشان كده الفيلم وقع. حتى وجوده في القايمة دي يعتبر صدفة والله، مع انه حقق ايرادات عالية جدا وصلت لأكتر من 770 مليون دولار. يعني الفيلم حلو ويستاهل تشوفه، بس ما تقارنوش بأفلام نولان لأنك كده هتظلمه. وكان الفيلم ده في البداية شغال عليه بين أفليك من ناحية الكتابة والإخراج ودور الباتمان نفسه كمان، ولكن بسبب حوارات كده ساب المشروع في 2017. وجي بعد كده مات ريفز استلم مكانه وقال دي بداية الثلاثية الخاصة بيه، وجاب روبرت باتنسون يلعب دور الباتمان، وكان حلو مش وحش. بس مشكلتي بإني بقارنه دايما بكريستيان بيل، علشان كده مش مقتنع بيه قوي. حتى سمعت كلام بإن المخرج هيشيله من الفيلم التاني، مش عارف الكلام ده صح ولا غلط. المهم الفيلم ده هنشوف فيه الكات وومن والبطريق والسفاح ريدلر، يعني فيه تشكيلة حلوة زي دارك نايت بتاع 2008 كده. والباتمان هيدخل في صراع مع القاتل المتسلسل ريدلر، وهيقعد فترة يتعاون مع الرجل البطريق لغاية ما الرجل البطريق يغدر بيه، وغالبا عيلة وين هنا فاسدة وهو بيحقق وراها. ده اللي متذكره في القصة الصراحة. هي حلوة خصوصا لما ريدلر اللي هيتلاعب بالباتمان طول الفيلم يعقد الباتمان ويهزمه في معظم جولات الفيلم ولففه حوالين نفسه. في المجمل يعني الفيلم حلو ويستاهل، ده رأيي.